العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة ياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 29 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تقديم جائزة تانفيدا للطلاب المميزين في مديرية بارنتو. الشرطة الإريترية تخرج دفعة جديدة من أعضائها. قصف إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية ويتسبب في حرائق وأضرار مادية كبيرة. خط عسكري ساخن يربط اليابان بالصين العام المقبل. بايدن يوقع ميزانية دفاعية بقيمة 770 مليار دولار. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز العزل والفحص في الإقليمين الأوسط والجنوبي قد أظهرت إصابة 29 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت 23 من الإصابات في الإقليم الأوسط، 6 في مراكز العزل و17 في مراكز الفحص، وهم 3 من غودايف و2 من سانتا أوتو، وإصابة واحدة من وسط المدينة وحزحز وماي تمناي وماي جهود، و4 أسمرة وقشت وقحوتة وغازاكنيشا وأندابوند، ومصاب قادم من بيشا، و6 من مراكز الفحص في الأقليم الجنوبي، 5 من مندفرة، وإصابة واحدة من عدقيح. في غضون ذلك شوفي 50 مرضى كورونا، 20 من الأقليم الأوسط و17 من الأقليم الجنوبي و11 من إقليم عنسبة و2 من القاش بركة. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7931، شوفي منهم 7711، وتوفي 73 مريضا، فيما لا يزال 157 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 28 من ديسمبر 2021. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة جائزة تانفيدا للطلاب المتفوقين الحاصلين على نقاط أعلى من 85 نقطة في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2019-2020 في مديرية بارنتو. وأوضح مسؤول متابعة الفروع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم القاش بركة السيد سليمان يوسف في مراسم تقديم الجائزة يوم 24 من ديسمبر أن 82 طالب سجلوا نقاطا عالية على مستوى الإقليم في العام الدراسي 2019-2020، وأن جائزة تانفيدا تقرر تقديمها على مستوى المديريات لاحترام الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم القاش بركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن تشجيع الطلاب المتفوقين يرفع المعنويات ويخلق المنافسة الشريفة بين الطلاب، داعيا الحاصلين على الجائزة بذل الجهد لمزيد من التفوق التعليمي. وذكر مدير مديرية بارنتو بالإنابة السيد يمان محاري الدفع المعنوي لجائزة تانفيدا في الطلاب، وأن إدخال مثل هذه الجوائز في كل المؤسسات يحقق نتائج جيدة. خرجت الشرطة الإريترية في الإقليم الأوسط في 28 من ديسمبر 21 عضوا، بينهم 5 أعضاء حصلوا على دورة تأهيلية حول أعمال المشتريات وإدارة الممتلكات. وقد اشتملت الدورة التي امتدت في الفترة من 13 حتى 28 من ديسمبر على إدارة الوثائق والسجلات ونظام المشتريات ومحتوى المزادات ومستنداتها وإدارة الممتلكات وتخزينها وإعداد التقارير عن الممتلكات الثابتة والمون والتسليح. وأشاد مسؤول الممتلكات في شرطة إريتريا المقدم منغست آب تسفاي في مراسم التخريج بالمقر المركزي لشرطة إريتريا باهتمام ورغبة المتدربين.
وقال قائد شرطة إريتريا العقيد محاري أجاي إن تنظيم تدريب بالقدرات الذاتية للشرطة يعتبر مكسبا كبيرا، وسيتم الدفع بالدورات التدريبية في جميع الأقسام الشرطية. وقدم قائد الشرطة العقيد محاري أجاي ومسؤول قسم الخدمات العامة المقدم دبسي تخلو الشهادات على المتخرجين. نظم مكتب التعليم في مديرية عرزة دورة تدريبية لمعلمين التعليم قبل النظامي والمشرفين التربويين. وهدف التدريب توسيع وفعالية خدمات التعليم قبل النظامي ورفع كفاءة المعلمين. وتضمن التدريب إعداد خطة تعليمية أسبوعية وأسلوب التدريس ورعاية الأطفال وإدارة وثائق الأطفال والحفاظ على الأدوات الدراسية. وأوضح مسؤول مكتب التعليم في مديرية عرزة الأستاذ تسفهيوت ولد قرقيس أن التدريب يساعد لتنفيذ فاعل لبرامج وزارة التعليم. وقال إنه يتوجب الاهتمام الجاد بالتعليم قبل النظامي باعتباره أساس المراحل التعليمية التي بعده. وأكد المشاركون في الدورة على أهميتها في عملهم، منادين لتوفير التجهيزات التعليمية. توجد في مديرية عرزة 15 روضة أطفال تستقبل 865 طالب. عبر سكان القرى الواقعة على طريق فورو أوملي بأن بدء شركة حارات خدمات المواصلات في الطريق خلق الارتياح في حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية. وقالوا إنهم كانوا يواجهون متاعب ومصاعب للحركة إلى فورو، وأن بدء الشركة الخدمات في نهاية أكتوبر لعام 2021 في طريق فورو أوملي ساهم في إيجاد خدمات نشطة ب29 نقفة، مطالبين لإيجاد آليات تساعد في توسيع الخدمات. من جهته قال مدير مديرية فورو السيد عثمان عرفة إن الخدمات الاجتماعية الأساسية المنشأة في مناطق دينانلو ومالكا وإيرومالي عبر مراحل ساهمت في تجمع القرى، وخدمات المواصلات التي بدأت تدفع ذلك إلى الأمام، داعيا لمنح الاهتمام لتأمين مصادر المياه ومدرسة داخلية. نشرتنا تتواصل بعد الفاصل، رجاء ابقوا معنا. قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن عدوانا صاروخيا إسرائيليا استهدف ساحة الحاويات بمرفأ اللاذقية وأسفر عن نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية كبيرة. وأضافت أن الهجوم وهو الثاني من نوعه في ديسمبر ألحق أضرارا بواجهة مستشفى وبعض المباني السكنية والمحلات. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الهجوم أدى إلى اشتعال الحرائق في الأماكن أو المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة، ولا يزال العمل مستمرا لإطفاء الحرائق وتدقيق نتائج العدوان. وأظهرت لقطات مباشرة بثتها قناة الإخبارية الرسمية السورية ألسنة اللهب ودخانا يتصاعد في ساحة الحاويات. وتشن إسرائيل هجمات من حين لآخر على ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا. وافقت اليابان على إطلاق خط اتصال عسكري ساخن مع الصين العام المقبل. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية تعليقا عن المحادثات الأخيرة بين وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ونظيرها الصيني وي فينغي إن كيشي وافق على إطلاق خط عسكري ساخن مع الصين العام المقبل. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكوزو ماتسونو إن كيشي أجرى مكالمة فيديو مع فينغي أمس الاثنين أكد فيها وزير الدفاع الياباني على أهمية الاستقرار في مضيق تايوان. هذا وكشفت مصادر حكومية يابانية أن اليابان أجرت مناورات الشهر الماضي في جزيرة النائية
في الجنوب الغربي تحاكي فرضية أن قوات أجنبية قد احتلت جزر سيناكاكو، وهي مجموعة من الجزر التي تديرها اليابان وتطالب الصين بها. قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس جو بايدن وقع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار. وكان مجلسا الشيوخ والنواب قد صوتا في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون الدفاع، بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين لتشريع السنوي الذي تحدد بموجبه سياسة وزارة الدفاع. ويخضع القانون لمراقبة عن كثب من جانب مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة وأصحاب مصالح أخرى، لأنه واحد من التشريعات الرئيسية التي تصبح قانونا كل عام ويتناول مجموعة واسعة من القضايا. ويسمح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 بزيادة الإنفاق العسكري بنحو 5% مقارنة بالعام الماضي، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب والشيوخ بعد تعثره بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا. والخبر الأخير في هذه النشرة، حيث أدى تفشي إنفلونزا الطيور إلى نفوق أكثر من 5000 من طيور الكاركي المهاجرة في إسرائيل، الأمر الذي دفع السلطات لإعلان حظر دخول الزائرين إلى المحميات الطبيعية والتحذير من نقص محتمل في البيض جراء إعدام الدجاج المحلي كإجراء وقائي. وذكرت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تامار زاندابريج إنها الكارثة الأسوأ على الإطلاق للحياة البرية في تاريخ البلاد، بينما كان حراس يرتدون بزات واقية يجمعون جيف طيور الكاركي من محمية بحيرة الحول الطبيعية والمستنقعات المحيطة بها. وتابعت أنه تم إعدام مئات الآلاف من الدواجن. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من الممكن أن يكون الأطفال الذين زاروا المحمية قد لمسوا أحد طيور الكاركي المصابة، ومن ثم قد يساهم ذلك في نشر عدوى الإنفلونزا. انتهت النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها. إصابة 29 مواطن بفيروس كورونا اليوم. تقديم جائزة تنفيذ لطلاب المميزين في مديرية بارونتو. الشرطة الإريترية تخرج دفعة جديدة من أعضائها. قصف إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية ويتسبب في حرائق وأضرار مادية كبيرة. خط عسكري ساخن يربط اليابان بالصين العام المقبل. بايدن يوقع ميزانية دفاعية بقيمة 770 مليار دولار. إلى اللقاء.